أهلا بكم مشاهدينا. وأيضا الثورة المصرية أصبحت الخارطة في مصر مختلفة، وآخر التقارير أيضا ونحن نتحدث عن عام 2011 تقول أن مصر والمنطقة العربية خلال السنوات المقبلة ستكون مختلفة عن مصر والمنطقة العربية التي كانت موجودة سابقا. سمعنا عن ائتلافات عديدة بعيد الثورة المصرية، ولكن عبر وسائل الإعلام تم هضم حقوق شهداء الثورة. الإعلام لم يركز كثيرا على من هم الناس دي، مين اللي توفت، كل واحد فين. ما شفناش برامج بصراحة متخصصة في هذا المجال، ونحن جميعا مقصرين في هذه الناحية. وأيضا مصابي الثورة الحقيقيين اللي كان لهم دور حقيقي في تحول مصر إلى الثورة. وإجمالا شباب مصر لم يتم تمكينه بعيد الثورة المصرية ان احنا نشوف وزراء شباب مصريين، او ان احنا نرى كلمة قوية ومسموعة. وايضا احنا كشباب اخطأنا ان هناك ائتلافات كثيرة والمطالب غير معلوماتية وواضحة، فهناك عدم ضبط موجود ينبغي أن يضبط مع بداية عام 2012، لأن مصر 70% منها شباب، وأيضا الوطن العربي لابد أن يكون هناك دور قيادي لهم وكلمة قوية وصوت يسمع من قبل المجتمع. دعوني أرحب في هذه الفقرة الخاصة عن مصابي الثورة المصرية مع نماذج من المصابين ونماذج من المشاريع التنموية التي موجودة لديهم. وائل علي، مرحبا بك وائل. اهلا وسهلا. وائل سكرتير اتحاد مصابي الثورة. اهلا بك. مرحبا بك. عماد خفاجي، عضو مؤسس بتحالف القوى المصرية وايضا تحالف القوى الثورية في الوطن العربي. اهلا وسهلا. نورني. اهلا بيك. اهلا بيك. وائل، عاوز اعرف قصتك الإنسانية. انت كنت موجود في 25 يناير فين؟ في بداية التحرير. انا اتصبت، يعني انا معتبر يعني من القلائل اللي اتصابوا في اول يوم في الثورة. طيب، ليلة 25 يناير. ليلة 25 يناير. عاوز اعرف قبل 25 يناير انت يعني ما الذي دفعك الى النزول في الشارع؟ لان كانت مصر كلها مختلفة، ان مش اكيد الشباب هينزلوا، وان المنظر مش هيكون بالشكل ده، لان جبروت الامن وقوة الامن بهذا الشكل، وان احنا كمصريين هنبقى عاملين زي الدعوة اللي كانت موجودة في عام 2008 في 6 ابريل لما تم طرح النزول الى الشارع. في القاهرة ما حدش نزل، لكن في المحلة هناك شباب 6 ابريل نزلوا الى الشارع، والعصيان المدني الشهير. والله معظم الشباب اللي نزل يوم 25 ما كانش مقهور من السلطة، لان معظمهم كانوا مثقفين او من الطبقة المتوسطة. شباب خريجي جامعات وجامعات عربية او اجنبية، ومعظمنا عايش بره سواء في دول الخليج او دول اوروبية، ورجع بعد سنين لقى مصر منهارة اكتر واكتر. يعني انا واحد من الناس كنت عايش، قعدت بره 8 سنين في دولة خليجية. كنت فين؟ كنت في السعودية. نعم. كنت بشتغل في بنك في السعودية. انا خريج على لسانس اداب انجلش، اشتغلت في بنك، قعدت 8 سنين تقريبا. نزلت لقيت مصر للاسف، سبتها في 2001 رجعت في 2009 لقيتها منهارة اكتر، يعني انهيار كل يوم في اسوأ في اسوأ في اسوأ. وايه اللي رجعك؟ فكانت كارثة. انا عاوز اعيش في بلدي. هو الناس بتسألني ايه اللي رجعك، وانا مش من حق اعيش في بلدي. حقك. انا مش عاوز غربة. انا مش من حق ان ادي كفاءتي وطاقتي والتعليم اللي تقوله مصر وكل شيء اطلعه بره. ده اهدار للموارد البشرية في البلد، انك تطلع 8 مليون مصري بره مصر عشان خاطر يبعتوا لك فلوس تنقذ نفسك من الافلاس. فده غباء. بالعكس، احنا المفروض نستخدم كل الكفاءات اللي بره عشان خاطر تبني بلد متقدمة وحديثة. فانا لما نزلت ولقيت الدعوة جات لي على الفيسبوك من حوالي 4-5 يناير حاجة زي كده، وبقيت اكلم الناس: يا جماعة يوم 25 يجب ان احنا نسقط النظام، لان لازم نبني نظام جديد. مصر كلها بقت بس الدعوة ما كانتش لإسقاط النظام في البداية. هي ما كانتش اسقاط النظام، بس انا واحد من الناس من زمان كنت بقول ان النظام ده لازم يسقط. ما فيش انسان شريف عاوز يحكم 30 سنة، مستحيل. اي انسان بيبقى ليه طاقة محددة. انا بنجي الشيء خلاص ما بقدرش اكمل، فلازم حد غيري يكمل. الدعوة جات لك في ساعتها عشان ايه بالظبط؟ ديت عشان اسقاط حبيب العدلي. هي كانت مظاهرة ضد النظام الفاسد، ما كانش فيها بالظبط عشان ايه، بس كانت منظمة. كانت الدعوة مقسمة ميادين مصر، هنتظاهر في الميادين دي والميادين دي والميادين دي عشان نشتت جهود الشرطة. اللي هيشارك في الثورة مين؟ اللي هيشارك في المظاهرات ديت مين؟ حركة كفاية، 6 ابريل، الالتراس، الاهلاوي والزملكاوي ومنظمات حقوقية. واذا الشرطة استخدمت العنف تعمل ايه؟ دايما حاول انك تهرب من انك تتضرب، حاول انك ما تقبضش عليك ونتقبض عليك. تعمل ايه؟ تدخل ناقلات الجنود دي وتخبط
عشان تقعد تخبط عشان تعمل ازعاج، ويجي جماعه حقوق الانسان تتابعك وتبقى وراك، والصحفيين يبقوا وراك. وكان لازم طبعا انها تبقى منظمه، وهي فعلا كانت منظمه وكانت سلميه. وكمان كانت في نصيحه مهمه جدا: اي حد يستخدم اي عنف اعرف انه مش معاك، معنى كده انه مش معانا ولازم تقبض انت عليه. وهو فعلا لغايه الساعه 12 وتلت بالليل تقريبا في بدايه التحرير، كل اللي اترمى ازازه ميه بلاستيك فاضيه على الجنود، فمسكناه حوالي الساعه 11. انت لا، انت مش معانا، بلاستيك فاضيه. تخيل انت، يعني ما تصيبش اي حد. بس طبعا احنا كنا منظمين جدا، يعني كان كرنفال فعلا يوم 25 يناير. كان معظم الشباب شباب مثقف وفاهم. كيف تمت اصابتك واين تحديدا في التحرير؟ في ميدان التحرير بدأت اقتحام المدرعات حوالي الساعة 12 وربع و 12 وتلت من ناحية الشارع القصر العيني. احنا كنا حوالي أول 4 صفوف أو 5 صفوف بنسمع طلقات نارية ضخمة جدا، وفجأة لقينا الألوف اللي ورانا مش موجودين. كمية قنابل مثيرة للدموع في دقيقتين اترمت ورانا، فكل الناس بدأت تجري في حالة هرج وفزع من كل حته. فاحنا اللي حوالي الاربع والخمس صفوف اللي كنا في الاول بدانا برضو نتراجع، لان احنا يعني رجلتنا دفعتنا اللي احنا نحاول نقف ندافع عن الميدان ونقول لا مش هتخلوه. فبدا بقى انا اصبت بطلق ناري خرطوش من مدرعه جايه من ناحيه شارع القصر العيني. ضابط بيقتنص الناس، خدت طلقه خرطوش، اصيبت العين الشمال، العصب البصري تلف وانا ما بشوفش فيها حاليا، وكمان في اصابات في العصب الخامس في وجه اليمين. الف سلام عليك. الله يسلمك. ما كانش في محاولات للعلاج او حاجه زي كده؟ عملت حاجات كتيرة جدا، بس للأسف الأعصاب لغاية دلوقتي ملهاش علاج، فهم ضربونا في مقتل زي ما بيقولوا. ان شاء الله يكون يعني العلم يتقدم ويبقى فيه نتمنى ذلك حل إن شاء الله. بالتاكيد ان شاء الله. إن شاء الله. استمريت بعد الاصابه في التظاهر؟ أكيد طبعا. اه مش كل المظاهرات يعني أو انت بعد ما الاعتصامات اتصبت شاركت فيها. 25 طبعا الموقف كان صعب أكيد طبعا. جدا. عملت ايه بعدها؟ أنا قعدت شهر تقريبا في المستشفى، وبعد كده خرجت حاولت إن أرجع شغلي. رجعت شغلي فعلا وقعدت فترة فيه، لأني في صراع دايما ما بين الأجيال. يعني أصحاب العمل هم ناس كبار وما عرفوش إني ثورجي، فلما عرفوا إني ثورجي قالوا لي شكرا مش عاوزينك تشتغل معانا. دي كانت حاجة كوميديا جدا. فبدأت إن أبدأ أتأقلم في حياتي الجديدة. سافرت باريس على نفقتي عشان أشوف علاج، ما لقيتش، وقمت راجع مصر. بدأوا زمايلي المصابين إن إحنا لازم نعمل اتحادات ولازم نعبر عن رأينا، وإحنا مش مصابين بس، إحنا ثوار ومواطنين قبل ما نكون مصابين. لذلك لازم ندافع عن العيش والحرية والعدالة الإنسانية والكرامة الإنسانية اللي إحنا طلعنا بيها يوم 25. وشفنا إن في تجاهل كبير قوي للمصابين وللشهداء. صحيح. يعني النظام لم يسقط، انت المفروض ان عندك كيان من الفساد سقط، فانت بتشيل انقاض الكيان دوت. انقاض الكيان دوت هو محاكمات وتعالج الناس ديت او تدعمهم سؤال: ما مادياً. كانش فيه لك دعم لعلاجك، او ما هناك يعني مش هقول عفوا، انا اسف في الكلمه، مش هقول تعويض، ولكن هو كان في دعم مادي من آه. الصندوق. المشير طلع 15,000 جنيه لكل مصاب معاه، بس 15,000 جنيه دول طبعا انا سافرت صرفت حوالي 30,000 جنيه في باريس مش هذه بس القضيه. كان في حراك، يعني معلش، يعني خلينا نقول هو كان في جزء آه. حراكي، آه. بس كان في تأثير أكبر من دوت. يعني احنا كنا بنقول دايما أهلوا الناس وشغلوهم أكتر ما تدوم فلوس. أنت هتديني سمكة كلها النهاردة إنما هتعلمني الصيد. في رايك يعني هعمل. كنتوا محتاجين ايه؟ مشروع زي ايه؟ قول لي. يعني انتوا اللي يعني طلعوا مشروع ولا الدوله هي التي تقوم أنا قدمت بمشروع؟ مشروع اسمه مجلس الدعم الدائم للمعلومات والمراقبة. مدد للمعلومات والمراقبة. طيب يعني ايه؟ هاجي لك للمشروع دهوت. طالما في مشروع انا مش هقطع الحوار، ولكن خلينا برضو ننتقل مع عماد خفاجي برضو تعرف على قصته الإنسانية في 25 يناير، ونرجع تاني للمشروع الخاص بك وائل. عماد، انت ايه سبب نزولك ل 25 يناير؟ والله هي القصه مش هتبعد عن عن اللي حكاها وائل. برضو احنا كنا بره، قعدت بره شغال في شركه مقاولات وخدمات تجاريه فتره حوالي 11 سنه. كان ليا فرع في دبي، فكنا بنروح ونيجي من بين السعوديه وبين دبي، وبين الجلوس هناك اطول فتره ممكن، عشان يعني ظروف الحياه، وكان انه الواحد لان لازم يجرب يعني حب السفر حب التغيير. الدعوه جت برضو عن طريق صفحات الفيسبوك. صفحه كولونيل خالد سعيد كانت نشطه جدا في الوقت دوت. فانا كنت متعود ان انا كل سنه انزل قبل راس السنه بشهر او ب 15 يوم احضر راس السنه هنا واشوف اهلي واقعد في بلدي وارجع تاني يعني.
فجينا يوم 12 شهر 12 بالظبط 12 نزلت، كنت موجود متواجد في القاهره، فبدانا نشوف في حاجه. بدات الثوره التونسيه الملهمه اللي انا بشوفها ملهمه للثوره المصريه بدات تشتغل، وحصل فيها انجاز كبير جدا. فالناس كلها خدت الجرأه، ليه احنا كمان ما نعملش كده؟ يعني ايه اللي ينقصنا يعني؟ نعم. في ناس شغاله من بدري، حركه كفايه طبعا يعني على راسهم، والحركه اليساريه في مصر كانت يعني نشطه جدا في الوقت دوت، والقضاة والمحامين ونقابة الصحفيين، اكتر الناس كانت شغاله نفسها توصل لحلم التغيير. ونزلت 25 يناير. ونزلنا 25 يناير. اصابتك كانت امتى؟ لا في موقعة الجمل، احنا طولت شويه في موقعة الجمل. جت كان في عند المتحف، عند المتحف المصري في طوب وفي ضرب نار، فجت رايش كده في عيني والحمد لله. فجأة ايه عفوا؟ رايش. رايش. نعم. فالحمد لله الاصابه عندي اخف الحمد لله، لان في عندي نسبه ابصار حوالي 70-75% الحمد لله. حاولت برضو انك تعالج لعبت هنا في مغربي، عملت عمليتين هنا في مغربي، وبعدين سافرت بره المانيا، قعدت برضو. كل دول على حسابك الشخصي ولا كان لا على حسابي الشخصي. ما كانش في دعم لا للعلاج، بس انت خدت من الصندوق اخدت من الصندوق. وبعد كده بعد ما خدته من الصندوق المبالغ، هل كان في يعني كان في شيء شهري؟ هل في مبلغ شهري او حاجه؟ لا هو احنا كنا قدرنا، بما اننا احنا الحمد لله يعني قادرين ان احنا نشتغل، قادرين ان احنا نتحرك، قادرين ان احنا نتكلم، فقلنا يا جماعه في ناس او يعني في اولويات هنحاول نجيب، لان كان في ناس عندها شلل رباعي وناس فعلا عندها بتر ساقين وايدين وكده، كان في يعني في حالات صعبه جدا في الصندوق، فدول طالبنا منهم على الاقل حققوا دولت، اعملوا دول، بعد كده نبقى نشوف احنا ايه. فطالبنا الناس دي الاول يعني محتاجه رعايه اكتر مننا يعني. والله هي دي الاخلاق الجميله اللي كانت موجوده في 25 يناير في الثوار، في اللجان الشعبيه اللي كانت موجوده، الحميميه المصريه دي ما اعرفش ليه اختفت بعد كده او تقلصت. هل الوقت لما عدى، هل المشاكل الاقتصاديه ايه اللي حصل؟ انا شايف يعني عدم خبره المجلس العسكري السياسيه هي اللي وصلتنا لحد كده يعني. انا وبرضه الاحزاب الجديده اللي طلعت ونادت، كل الاحزاب الجديده طلعت ونادت قالت لازم المجلس العسكري يقعد، يعني هم طلبوه ان هو يقعد 2 أو 3 علشان يقدروا ان هم. طيب انا موافق ان احنا انا متفق يعني انا متفق مسؤوليه مشتركه. انا موافق ان احنا نقول ان المجلس مشارك في هذا الموضوع وان كذا، لكن احنا فين؟ انا بتكلم على البني ادمين المصريين اللي عملوا كده، وكان في اللجان الشعبيه والثوره والناس اللي بتاكل مع بعض، بغض النظر عن الضغوطات الاخرى. ايه اللي حصل لنا احنا؟ تقدر تقول ان في قوه اقليميه كبيره جدا مش عايزه ان مصر تنهض او تعدي من مرحله الديمقراطيه، عارفه ان لو طبقنا الديمقراطيه اللي احنا بنحلم بيها والمفهوم العداله اللي احنا برضه انت بتكلمني على قوه خارجيه. لا انا ليه ملحوظه، احنا ما تمكناش اصلا من اللي احنا نحقق اللي احنا عاوزينه. احنا قدمنا مشاريع وحاجات تقدر تنهض بمصر في فتره قصيره جدا، بس للاسف في جيب